السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى من ربع كيلو لحمة هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل الجمال ده والله يا جماعة. هنعمله بكمية جميلة وهتنفع كمان ل7 أفراد أو 8 أفراد. ما شاء الله تحفة يا جماعة الطريقة، ومن ربع كيلو لحمة عملت الجمال ده. أحلى سندوتشات هتعمليها عشاء أو تعمليها غدا. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه بقى انا جبت جريل على النار او صينيه او طاسه على النار. ونزلت بربع كوبايه من الزيت، وبعد كده سبتها تسخن. بكون مجهزه معايا بصلايه متوسطه او كبيره. بتقطعيها بالشكل ده ونزلت بيها كده اديتها تشويحه حلوه كده على النار. بعد كده بقى معايا 350 جرام من اللحمه المفرومه. ممكن انت بقى تقللي الكميه براحتك، انت ممكن تحطي ربع كيلو بس انا جبت بقى الطبق كان 350 جرام حطيته بقى على بعضه. بدأت بقى اديله تشويحة كده مع البصلة، واقلبها كده تتشوح شوية مع البصلة. بعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي. فلفل اسود بقى معلقة صغيرة، وبهارات لحمة معلقة صغيرة، وملح برضو معلقة صغيرة، وكمون معلقة صغيرة. بس كده، دي البهارات بتاعتنا يا جماعة. احنا قلبتها بقى كده مع بعضها. تندمج لحد ما اللون بتاعها يتغير خالص تماما اللحمة. بعد كده بكون مجهزة معايا حباية من الطماطم متقطعة قطع صغيرة، وحباية من الفلفل برضو الرومي قطعتها برضو بالشكل صغير برضو بالشكل ده. هبدأ انزل بقى بالخضار ده بتاعي بقى على اللحمة. بيزود لي الكمية وبيخلي اللحمة جميلة قوي يا جماعة. اديتها بقى تشويحة كده مع بعضها لحد ما استوت معايا تماما. بعد كده جبت حبايتين من البطاطس غسلتهم حلو الاول، وبعد كده قشرتهم، وجبت بقى السكينة بتاعتي بدأت اقطعهم الى مكعبات صغيرة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. قطعت كل الكمية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، قطع مربعات كده صغيرة. غسلتهم حلو كده الاول تحت المية. وبعد كده بقى جيت على البوتاجاز، جبت بقى زيت غزير ونزلت بالبطاطس بتاعتي عشان هديها بقى تحميرة حلوة كده. هسيبها بقى على النار كده لحد ما تحمر تماما. بعد كده بقى هنعمل العيش بتاعنا. جبت كبة، وبعد كده نزلت ببطين 2، ونزلت ب3 معالق من الزيت، ورشة من الملح صغيرة، ونزلت بكوبايتين من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا، وكوبايتين 2 من المية برضو. ضربت كل الخليط ده بقى مع بعضه لحد ما بقى معايا سائل كده. لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. جبت الصفاية بتاعتي بدأت اصفيه كده بالشكل ده، عشان لو في اي تكتلات او اي شوائب او اي حاجة بالشكل ده. هنيجي بقى على البوتاجاز، جبت طاسة على النار. دهنتها بس زيت كده بالفرشة. بعد كده هنزل بقى بحوالي عن كبشة او كبشة ونص كده. الخليط بتاعي جميل اهو مظبوط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. حطيت كبشة ونص كده على حسب بقى الصينية اللي انت بتعملي فيها. سبتها على النار بقى لحد ما تتشمع معايا، والبطاطس بقى برضو بدأت تحمر. هقلب بقى من الوقت للتاني كده لحد ما يحمر معايا من كل الاتجاهات بالشكل ده. شكله جميل يا جماعة وطعمه كمان أجمل. خدت معايا اللون بقى من كل الاتجاهات. حطيت غيره بقى دهنت برضو شوية من الزيت، وبعد كده حطيت كبشة ونص برضو من الخليط. بدأت أسويه كده بالشكل ده، ورفعته على النار. اتشمع معايا، بدأت أقلبه بقى من الوقت للتاني. بعد كده بقى جبت البطاطس بتاعتي احمرت، نزلت بيها على اللحمة اللي احنا عصجناها مع بعض،
وحطيت برضو حوالي عن شوية من الجبنة كده، حوالي عن ربع كوباية جبنة موتزاريلا، قلبتها كده مع بعضها برضو مع الخليط الجميل ده. عملت حشوة جميلة تقضي ما شاء الله حوالي عن 10 سندوتشات كمان. العيش بتاعي خلص بقى معايا ما شاء الله، لين وجميل وطري ازاي. غطيته بفوطة وسبته بقى كده لحد ما بقى لين معايا بالشكل ده. هاجي بقى هبدأ بقى احشي العيش بتاعي. جبت بقى العيش بتاعه وبدأت احشي بقى بالحشوة اللي احنا عملناها. في النص كده يا جماعة بتحط الحشوة وتبدأي تلفي بقى الرغيف بتاعك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبترصيه بقى في صينية، اي نوع صينية عندك بقى رصصيه. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تحط الحشوة في النص وتجيبي العيش من كل الاتجاهات كده وتطبقيه. سهل وبسيط وما خدش مني اي وقت خالص، عملته في لحظة. ما شاء الله يا جماعة هيعجبكم والله الطريقة. بدأت بقى ارصه كده في الصينية، وجبت بقى معلقة صلصة صغيرة كده، دهنت وش الرغيف بالشكل ده كله، وجبت شوية من الجبنة برضو الموتزاريلا حطيتها على الوش كده، تديله شكل حلو كده وطعم جميل. دخلتها الفرن تشمع بس معايا شوية واحمر كده من كل الاتجاهات، وقدمته لولادي بقى بألف هنا وشفا ليا وليكم. جميل يا جماعة، عجبهم والله. الطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش مني أي وقت، والكمية كمان تكفي 10 أفراد. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.